أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله. يزخر القاموس الشعبي السكندري بأفعال وكلمات يعتبرها أهل محافظات مصر إن أصلها ومنشأها الإسكندرانية، ولذلك نسبت لهم من أفعال وكلمات يرون أنها قبيحة. في هذا الفيديو اخترت لكم بعضها زي الشخرة الإسكندراني وكلمة أيوه وكلمة أحيه والروسية الإسكندراني. تعالوا نتعرف على معناهم وأصلهم وهل فيها فعلا أفعال وكلام قبيح. نبتدي بالشخرة. واحدة اسكندراني، هي دي رمز الشخرة، والشخرة هي جذب الهواء إلى الأنف فيحدث صوتا نتيجة تردد النفس في الأنف فيسمع له صوت. والشخرة عند الإسكندرانية أداة عجيبة يستخدمها الشخص ويطلقها للتعبير عن السخرية والازدراء أو الغضب أو الدهشة أو المفاجأة، كما إنها تختصر كلاما طويلا وشرحا مفصلا دون أن يتلفظ الشخص بأي كلمة أو حرف. فعندما يقول شخص للآخر أنت مش قدي، ده أنا أعمل وأخلي وأسوي فيك، فيرد الآخر بشخرة تنم على السخرية، يعني ما تقدرش، لو راجل وابن راجل وريني هتعمل ايه. رد شديد البلاغة والإيجاز، قال فيه كل حاجة دون أن ينطق بكلمة واحدة. يختلف طول الشخرة حسب الموقف، ففي حالة الغضب الشديد والتحفز للمواجهة فالشخرة تكون طويلة وكأنها صفارة البدء. رغم أن الشخرة نسبت للإسكندرية والتصقت بالشخصية الإسكندرانية، لكن إحقاقا للحق مش أي حد يعملها أو يطلقها من الإسكندرانية، فلا نجدها إلا عند الرجل الإسكندراني الشعبي. إن المرأة الإسكندرانية لا تقوم بالشخر ولا تستخدمها أيا كانت، سواء كانت شعبية أو غير ذلك، فهي تعبر عن السخرية والغضب والدهشة والمفاجأة بإصدار شهقة، أي الصوت الذي يصدر عن جذب الهواء إلى صدرها. والشهقة مستخدمة لدى كل النساء في كافة المحافظات، لعل أشهرها شهقة طشة الملوخية. رغم أنه يقال بأن الشخرة اسكندرانية المنشأ والصنع، إلا أن هناك من يقول بأنها ترجع لبعض الإيطاليين الذين عاش معظمهم في الإسكندرية، كما أن هناك دراسات تاريخية اجتماعية ترجعها لموروثات العبيد المماليك. والأهم من كده إن كتير من الناس بيشخروا وهم نايمين، فما الذي يجعلها قلة أدب وهم صاحيين، وشيء عادي ومهذب طالما الشخص نايم. نرجع ونروح لكلمة بقى ايه أيوه. لما نسمع حد بيقول أيوه على طول نعرف بأننا قدام شخصية اسكندرانية. فكلمة أيوه من أشهر الكلمات السكندرية التي تجري على ألسنتهم جميعا، وهي كلمة تعبر عن الدهشة والتعجب. فعندما يقول شخص أيوه يا جدعان على اللي جرى في عركة فلان مع علان، ليعبر عن دهشته وتعجبه مما حدث في تلك العركة. كما يعبر نطق كلمة أيوه على درجة الاندهاش والتعجب، فعندما يقال أيوه امبارح الدنيا كانت بتشتي طول النهار والليل، هذا يختلف عما إذا قال أيوه امبارح الدنيا كانت بتشتي طول النهار والليل. فمط كلمة أيوه في الحالة التانية تعطي انطباع بأن الشتاء كان ليس شتاء عاديا بل شديد جدا لأقصى درجة. وكلمة أيوه يرجع أصلها لكلمة أيوتو، وهي كلمة إيطالية تعني المساعدة. فعندما يقول الإسكندراني أيوه يا جدعان، يعني ساعدوني أو انقذوني أو الحقوني من هول المفاجأة أو الاندهاش أو التعجب اللي كاد يفقدني وعي واتزاني.
تعالوا بقى لكلمة أحيه. يشار لأهل الإسكندرية بين أهالي المحافظات جميعا بأنهم يستخدمون بعض الكلمات القبيحة في حياتهم اليومية بتلقائية وبدون تحفظ، وهي كلمة أحيه التي تعد من أشهر الكلمات في قاموس المجتمع السكندري. ويستنكر ويتعجب أهل المحافظات الأخرى بأن جميع الإسكندرانية بيقولوها دون تفرقة طبقية، غني أو فقير، شعبي أو متحضر، رجل أو امرأة. فأهل المحافظات الأخرى تربط بين كلمة أحيه وكلمة أخرى قريبة الشبه عندهم ذات مغزى جنسي. كلمة أحيه في قواميس اللغة العربية أصلها أحيح، وهو صوت المتوجع من غيظ أو حزن أو هم، فهي كلمة ترحم وتوجع، كما تعني ما أروعه وما أدهشه. وقد تقال بمعنى المدح والتعجب، وقد تقال بمعنى العتاب والدعاء بالعذاب. لكن الإسكندرانية تسهيلا للنطق استبدلوا في كلمة أحيح حرف الهاء بدلا من حرف الحاء، فأصبحت أحيه. فاستبدال بعض الحروف عادة في اللهجة السكندرية، زي محمد ينطقوها محمة، وأحمد ينطقوها أحمى. تعالوا نجيب أمثلة نشوف فيها استخدامات الإسكندرانية لكلمة أحيه، وأسيبكم تحكموا بنفسكم. أحيه عليك حد يكلم أمه بالشكل ده، فنلاقي إن كلمة أحيه هنا تعني الاستنكار والتوبيخ لقول أو فعل قام به المخاطب، بمعنى عيب عليك. أحيه عليك ما تسألش عليا وأنا عيان، تعني هنا العتاب. أحيه دلوقتي سرقنا يا دوب ألحق أروح، تعني التعجب والدهشة والمفاجأة. أو تذكر شيء فجأة، أحيه عليا نسيت الأكل على النار لغاية ما اتحرق. أحيه الواحد ما بقتش صحته زي زمان، تعني هنا الترحم والتوجع والتأسي. أحيه عروستك دمها زي الأزوزة، فتعني هنا المدح والثناء والإعجاب. فلانة أحيه على اللي نبها، حماتها مطلعة عينها، تعني إظهار الشفقة والتعاطف. أحيانا تستخدم كلمة أحيه مفردة للرد على كلام المتحدث، فعندما تقول لها المتحدثة ابني من يوم ما اتجوز ما بقاش يسأل عني ولا يزورني إلا كل شهر مرة، فترد المستمعة بكلمة أحيه فقط. فالرد بكلمة أحيه يحمل كل المعاني: الاستنكار والتعجب والدهشة والتوجع والتأسي وإظهار الشفقة والتعاطف. فهي كلمة شديدة البلاغة، كما إنها تعطي إحساس بدرجة أو مدى التعجب. فنسمع أحدهم يقولها حول موقف يدعو للتعجب ممطوطة أحيه، فنعرف حينها إن هناك شيء يدعو للاستغراب الشديد قد حدث. وغيرها من الأمثلة. فالسكندريين يستخدمون كلمة أحيه في مواقف كثيرة حسب سياق الموضوع والعبارة، فلا يخلو كلام الإسكندرانية من كلمة أحيه. فهي زي ما شفنا كلمة طبيعية ودارجة عادية جدا، ليس لها أي معنى سيء لدى أهل الإسكندرية. فهي من التراث والعادات والتقاليد ومتأصلة، ما فيهاش أي نوع من الإباحية. لو قلت لواحد اسكندراني ما تقولش كلمة أحيه تاني، ألا دي كلمة عيب، سيرد بتلقائية أحيه بجد، مفيش فايدة. الروسية الاسكندراني، الضرب بالروسية أي بمقدمة الرأس من الجبهة، وهي ضربة تحدث دوارا شديدا لمتلقيها يصل إلى حد ودرجة الإغماء والسقوط على الأرض، فضلا عما تسببه من جرح وإسالة دماء، حيث ينقض الشخص بمقدمة جبهته
ليصطدم بمقدمة جبهة خصمه، فينتج عن ذلك ألم شديد يفقد الخصم توازنه وقد يغيب تماما عن الوعي، وقد ينتج جرح برأس الخصم مكان الارتضام، يسمى عند الاسكندرانية شق القمر. والروسية سلاح سكندري، حيث كان الضرب بالروسية مشهورا في حي بحري وبين فتوات الاسكندرية. زمان كان النبوت أو العصا أو الشومة هو السلاح الذي يستخدمه فتوات القاهرة والاسكندرية، إلا أن فتوات الاسكندرية استخدموا سلاح الروسية إضافة للنبوت، وهو لا يقل فتكا وقوة.